أنا تعبان. أنا تعبان يا مصعب، تعبان. أنا فعلا اتفرمت. لا، أنت لسه في أولها. في ناس دخلت المفرمة وفضلت تقاوح وتقاوم لحد ما وصلت للي هي عايزاه، وفي ناس تقف تتفرج يبصوا من بعيد لبعيد من غير ما يتحركوا زي خيال المآتة. يا ابني انت مش شايف انت بقيت عامل ازاي؟ طريقتك واسلوبك، توقانك اللي انت فيه على طول ده. عايزك تفوق لنفسك، بقيت شايل ايدك من كل حاجه، حتى شغلك ما بقاش زي الاول. أن الله إذا أراد بعبد خيرا جعل قلبه منكسرا وهو في طريقه إلى الله. فاستجبنا له، فكلما ضاقت عليك نفسك قل ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قول اللهم ان كنت افعل ذنبا يمنع فرحتي واستجابه دعائي فاغفره لي يا الله. يا رب طهرني من كل الذنوب وغير حالي لحال تحبني به يا رب. اللهم قدرتك اقوى من ضعف حيلتي ورحمتك اوسع من قلقي. مد لي بالنور طريقي وقوي قلبي. اللهم وكلتك امري فانت نعم المولى ونعم الوكيل يا الله. محدش بيلاحظ انك تعبان، محدش بيلاحظ انك مضغوط، محدش بيلاحظ ان كل حاجة عليك ومبهدلاك وفوق دماغك. كل اللي بيلاحظوه انك بقيت وحش وعصبي وعايز تبقى لوحدك وما بتسمعش ومتغير. مش كده برضو؟ يوما ما ستكون الأمور إلى خير إن شاء الله، هذا وعد الله. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ركز قوي في الكلمتين دول علشان دول فيهم خلاصة حياتك في اللي احنا عايشينه. بيقول لك تمادينا في التفكير ونسينا أن الأقدار مكتوبة. يعني من الآخر ما تديش الدنيا أكبر من حجمها عشان ما تدوسش عليك وتعيش خدامها. خلي عندك ثقة في ربنا، وخلي عندك ثقة في إن رزقك جايلك جايلك. واوعى تفكر يوم ان ربنا هيسيبك. ربنا خلقك مش هيسيبك، والله العظيم. يعني انت حسها كده، تلاقي نفسك عمالي كل يوم تلاقي اليوم بيعدي والامور بتعدي. هي بتعدي ليه؟ طب ما ممكن يحصل حاجه كبيره. مفيش، هو ربنا مش سايبك، ربنا رزقك. عندما ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ودخل في مرحلة الرضاع، جاءت مرضعات إلى مكة المكرمة كي يختاروا أطفالها ويرضعوهم، فلم يتجرأ أحد من المرضعات على اختيار المصطفى صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينقص أجر الرضاع لأن والده كان متوفى. وجاءت حليمة السعدية متأخرة، فكانت تقول في ذلك الموقف: والله لم أختره إلا لأنني لم أجد غيره. فكانت ببساطة مرضعة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان خيرا وبركة عليها. أحيانا لا يؤخر الله عنك أمرا لأنك محروم، بل لأنه خبأ لك الأجمل، فأنت تخاف من مستقبل يقلقك، وهناك رب في السماء سيسعدك، ويكتب الله خيرا أنت تجهله، وظاهر الأمر حرمان من النعم. داوم على سورة ياسين، وخصوصا مع بداية العام الدراسي الجديد، فقد ورد في الأثر أن ياسين لما قرأت له، وأن ياسين قلب القرآن. وبالفعل آيات سورة ياسين تعيد إحياء الإنسان من جديد وترفعه من اليأس الذي يمر به. وعن تجربة شخصية، لما دخلت للمرحلة الثانوية كنت طالب سيء جدا بالدراسة، ولكن أخذت العهد على نفسي بأنه أسعى وأنه أقرأ ياسين كل يوم، ففتح الله علي وانتقلت من طالب راسب إلى طالب نجح بعلامات طيبة. وبالفعل عندما تقرأ سورة ياسين يوما مع يوم ترى أن الله غير لك حالك. وواحدة من أهم آيات سورة ياسين قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واسأل جميع المجربين الذين داوموا على سورة ياسين كيف غير الله لهم حالهم من حال إلى حال. لذلك داوم على سورة ياسين. بتنام كتير صح؟ مراكم أكتر أكيد. كل يوم تقول خلينا على بياض من أول الأسبوع، أو خلينا على بياض من بكرة. بتسهر للساعة 1 بالليل و2 و3 كمان، وفي اللي بيقعد الفجر يعني. بس الحاجة الحلوة اللي بيعملها إن هو قبل صلاة الفجر على طول بينام، مش بيصلي الفجر حتى. لا برافو عليك. انت عايز حل لمشكلة النوم صح؟ أولا هسألك سؤال:
انت فعلا عايز تلتزم؟ فعلا مستعد انك تتخلى عن كل حاجة بتعملها بعد العشاء؟ مستعد انك تنام على وقت مظبوط؟ اسأل نفسك، انت عايز كده؟ عايز تلتزم؟ بص، لو لقيت نفسك فعلا انا عايز التزم، ماشي تمام، كمل معايا. لو لقيت نفسك متخلخل، لا انا ما اقدرش انام بدري، بكلم واحد صاحبي او بكلم واحده صاحبتي، مالكش مكان في الفيديو ده اصلا. في ناس بتروح فعلا تنام، ولكن قبل ما تنام انا همشي حته على الفيس كده، والفيس بيجري بيها لحد الساعه 1 بالليل. وفي ناس فعلا بتبعت التليفون منها وتروح تنام، ولكن بتكون شرب قهوة أو أي حاجة للسهر قبل ما تروح تنام. أنا مش عارف يعني هم كيفهم بيروحوا يشربوا حاجة للنوم، يشربوا حاجة يعني منع النوم قبل ما يناموا، سبحان الله. ثانيا، في ناس بتتحجج إن هي مش بتعرف تذاكر إلا بالليل، ومش بتذاكر، بتقعد على التليفون. فأنت يا صاحبي عارف مصلحة نفسك، ولكن عامل نفسك مش واخد بالك. فأنت بإيدك الالتزام. شوف نفسك، هل هتكمل في الهبل اللي انت بتعمله ده ولا هتلتزم؟ بالنسبة للناس اللي عليها تراكمات كتير، انت تقدر انك تلمهم بكل سهولة على فكرة، ولكن خايف ما تخش اصلا عشان تلم، مستصعبها قوي، مع ان الموضوع مش صعب. قسم تراكماتك على لمدة شهر، كل اسبوع مادة، خلص الموضوع. بايدك الحل، وبايدك ان انت تلم كل ده، وبايدك ان انت تخلي مشوار ثانوية عامة ده اسهل مشوار، ولكن بتكبروا الموضوع قوي على نفسكم. فاصحوا وما تسمعوش لكلام اي حد، انتوا ليكم طريق امشوا فيه، مالكمش دعوة بقى ده خلص تراكمات ولا ده خلص درس. حتة المقارنة دي، ده خلص تراكمات ولا ده مقفل المادة اصلا، وده صحابي خلصوا مش عارف ايه وانا لسه هبدأ. مالكش دعوة بكل ده، انت مالكش دعوة بكل ده. ما تقعدش تخش في حياة الناس، انت ظروفك مش زي ظروفهم، مالكش دعوة بأي حد. خليك في حياتك انت، ما تبقاش فضولي، ما تبقاش حشور في كل حاجة. لازم تعرف هما ليه خلصوا قبلي وليه هما احسن مني. انت مالك؟ انت اتعب واعمل اللي عليك، خليك في حياتك، ما تخشش في حياة اي حد، ما تبصش لحياة اي حد تاني غير. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إنك لا تدري ماذا سيحدث بعد هذا التعسير الذي مررت به، هذا الحزن المتعمق في قلبك. لا تدري، فقد يتغير ذلك الحزن المؤلم إلى سعادة تجعلك تضحك وترقص فرحا، يتغير إلى حال لم تتوقعه ولم تتخيله يوما. أخبرك الله أنه سيحدث بعد ذلك الأمر الذي أحزنك أمرا وقدرا ينتشلك من حزنك ويجعلك في حال أفضل، وكأن شيئا لم يكن. أتعرف ماذا يقولون؟ سيأتيك الذي ترجوه يوما، فلا تعجل عليه وإن تأخر، ولا تجزع وقل يا نفس صبرا، فرحمن السماء قضى وقدر، ومن غير الإله يريح قلبا تخطفه الأسى حتى تكدر، سيلطف بالقلوب ويحتويها، ويجبر في الحنايا ما تكسر.